ايثانول ولا بنزين؟ ايه الافضل لعربيتك اليومين دول؟ يا عشاق الهندسة، عمرك وقفت في محطة البنزين وبصيت على مضخات الإيثانول والبنزين وسألت نفسك أنهي واحدة فيهم هي الاختيار الأفضل لعربيتك؟ السؤال ده بيحير ملايين السواقين في البرازيل، والجواب صدقني أعقد بكتير من قاعدة السبعين اللي أكيد سمعت عنها قبل كده. النهاردة هنكشف الموضوع ده مرة وللأبد، وهنراعي واقع البنزين في البرازيل والتكنولوجيا بتاعت العربيات الحديثة. بس ليه القرار ده بقى معقد كده؟ السبب الرئيسي في الحيرة دي إن البنزين اللي بنملاه في البرازيل مش بنزين صافي. من أول 1 أغسطس 2025 وبموجب القانون رقم 14993 وبقرار من المجلس الوطني لسياسة الطاقة CNPE يوم 25 يونيو 2025، البنزين العادي والمضاف اللي بيتباع في محطات البرازيل لازم يحتوي على 30% إيثانول لا مائي. دي حقيقة. أيوة، أنت سمعت صح، 30% إيثانول موجود بالفعل في البنزين بتاعك. ده بيغير اللعبة تماما وبيخلي المقارنة المباشرة مع الإيثانول المائي اللي هو مية أكتر إثارة وفيها تفاصيل أكتر. طيب لو البنزين فيه إيثانول بالفعل، إزاي نقدر نقارن بين أنواع الوقود بشكل عادل؟ عشان نفهم ده لازم نتكلم عن القدرة الحرارية، ودي كمية الطاقة اللي كل نوع وقود بيطلعها لما بيتحرق. هي زي القوة اللي الوقود بيملكها عشان يحرك عربيتك. البنزين النقي اللي من غير إضافة إيثانول عنده قدرة حرارية تقريبا 10400 كيلو كالوري لكل كيلوغرام. أما الإيثانول اللامائي اللي بيتخلط مع البنزين، المنتج الإيثانول عشان يحارب الوقود، يحارب تأثير الوقود. الإيثانول المائي اللي هو E100 اللي بتلاقيه في مضخة منفصلة عنده تقريبا 6000 كيلو كالوري لكل كيلو. واخد بالك من الفرق؟ الإيثانول المائي في جوهري بيدي طاقة أقل لكل وحدة حجم أو كتلة. بس إيه هو التأثير الحقيقي لخليط 30% إيثانول في البنزين اللي هو المعروف بE30 على استهلاك عربيتك؟ وهل يا ترى القاعدة المشهورة بتاعت السبعين لسه شغالة؟ الإجابة لا وبقوة. القاعدة دي دلوقتي بقت قديمة ومش نافعة خالص. القانون ده اتعمل في وقت كانت فيه البنزين تقريبا نقي من غير إضافة كمية كبيرة من الإيثانول، وكان بيشتغل كده: كنت بتقسم سعر الإيثانول على سعر البنزين، ولو الناتج أقل أو يساوي 70% كنت تعبي إيثانول، ولو أكتر من 70% كنت تعبي بنزين. دلوقتي لو لسه بتستخدم القاعدة دي عشان تقرر هتعبي أي وقود، أحب أقولك إنك غالبا بتخسر فلوس. نقطة التعادل يعني النسبة المئوية لسعر الإيثانول المائي بالنسبة للبنزين E30 عشان الاتنين يكونوا متساويين من الناحية المادية بقت دلوقتي بين 72 و 75%. ده معناه انه لو عملت نفس الحساب اللي فات ولو النسبة بين 72 و 75%، الإيثانول لسه ممكن يكون هو الخيار الأفضل. بس بصراحة أحسن طريقة تعرف بيها هي إنك تجرب بنفسك. مع المحركات الحديثة ونظام التحكم في الانبعاثات اللي موجود في تكنولوجيا العربية على حسب العربية اللي معاك، ممكن القاعدة دي ما تنطبقش عليك. وده لأن أنظمة الحقن الإلكتروني في العربيات بتظبط الاستهلاك حسب نوع البنزين علشان تلتزم بقوانين الانبعاثات. فنصيحتي ليك هي جرب بنفسك. مثلا اعرف الاستهلاك الحقيقي لعربيتك، استخدم شاشة العربية اللي بتعرض لك على العداد عدد الكيلومترات لكل لتر في اللحظة، أو املى التانك، صفر عداد الكيلومترات، امشي حوالي 100 كيلومتر وبعد كده عبي تاني وقسم عدد الكيلومترات اللي مشيتهم على عدد اللترات اللي عبيتهم من المحطة. اعمل كده للبنزين والإيثانول عشان تطلع المتوسط، وبعد كده قارن السعر اللي لقيته مع الأسعار في المحطات. مثلا لو سعر البنزين 6.29 وجهاز عربيتك بيعمل 12 كيلومتر لكل لتر بنزين، يبقى هتكون صرفت حوالي 0.52 قرش لكل كيلومتر. لو الإيثانول سعره 4.53 وعربيتك بتستهلك 9 كيلومتر لكل لتر إيثانول، يبقى هتكون صرفت حوالي 0.50 قرش لكل كيلومتر. في المقارنة دي الإيثانول أوفر بحوالي 2 قرش لكل كيلومتر. يبان إنه قليل، مش كده؟
بس للي بيمشي 20,000 كيلو متر. ال 20,000 كيلو متر دول بيمثلوا 400 ريال برازيلي توفير لمجرد انك عملت الحساب ده. بس ليه القاعدة الجديدة دي؟ بص، وجود 30% ايثانول في البنزين اللي هو E30 بيغير فعلا القيمة الحرارية والاوكتان بتاع الخليط. لما تقارن الإيثانول المائي اللي هو E100 مع البنزين E30، الفرق في الطاقة والأداء مش زي زمان لما كنا بنقارن E100 مع البنزين اللي كان شبه نقي. الإيثانول رغم إن قيمته الحرارية أقل لكنه عنده ميزة مهمة جدا، هو عنده مقاومة عالية للطرق في المحرك، ودي بتتقاس بنسبة الأوكتان. الوكالة الوطنية للبترول AMB رفعت كمان رقم الأوكتان البحثي رون للبنزين البرازيلي من 93 ل 94 علشان تعوض زيادة خلط الإيثانول. وده كمان بنتكلم عن المتوسط، لأن البنزين E30 ممكن يوصل رقم الأوكتان فيه لحد 100.7، وده رقم ممتاز بيفيد المحركات الحديثة بشكل مباشر. وإيه هي الأسباب التقنية ورا الموضوع ده؟ الإيثانول عشان قيمته الحرارية أقل فعلا بيقلل من الكفاءة الحجمية للموتور، يعني لنفس كمية الهواء بيدي طاقة أقل. بس مقاومته العالية للطرق في المحرك بتخلي الموتورات الحديثة خصوصا التربو واللي فيها حقن مباشر تشتغل بنسب ضغط أعلى وتوقيت إشعال محسن. وده معناه انه رغم ان الإيثانول النقي او لما يكون بنسبة عالية في البنزين فيه طاقة أقل، الموتور بيقدر يستغل الطاقة دي بشكل أكتر كفاءة، وده بيعوض جزء من الفرق. المواتير القديمة اللي من غير تربو ممكن ما تحسش قوي بالفايدة دي، بس المواتير التربو والGDI اللي هم دلوقتي أغلب العربيات الجديدة بيستفيدوا جامد بالأوكتان العالي في الE30. بس انت عارف ليه البرازيل اعتمدت سياسة 30% إيثانول في البنزين؟ بص، أنا عندي فيديو هنا على القناة بيتكلم عن الموضوع ده تحديدا، وهسيب لك كارت ليه في آخر الفيديو ده، وبتهيألي يستاهل تتفرج عليه. طيب إيه هو فعلا أفضل وقود لعربيتك النهاردة؟ الإجابة لسه هي على حسب. أنا مش هدخل في تفاصيل أي وقود فيهم أحسن من التاني في المواصفات، لكن من الناحية المادية أنت معاك الأدوات اللي تخليك تاخد قرار أوعى بكتير. أول حاجة انسى قاعدة 70%. تاني حاجة Considera o tipo de motor do seu carro. لو الموتور حديث تربو أو فيه حقن مباشر ممكن يستفيد أكتر من الأوكتان العالي في الE30، وكمان الإيثانول النقي هيكون اختيار ممتاز. تالت حاجة خد في اعتبارك السعر على الطلمبة وطريقة سواقتك. العربية اللي متصنع كويس وبتتساقب بكفاءة دايما هتديك أفضل أداء بغض النظر عن نوع الوقود. الحقيقة إن هندسة العربيات وتركيبة الوقود بيتطوروا باستمرار، اللي كان صح من كام سنة ممكن ما يبقاش صح دلوقتي. المهم إنك كسواق تكون دايما متابع الجديد وتحسبها نفسك على حسب حالة عربيتك والأسعار اللي عندك في منطقتك. الاختيار الصح هو اللي بيكون مبني على بيانات وفهم ازاي عربيتك فعلا بتشتغل مع أنواع الوقود اللي متاحة. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى أكتر على المنصة. وكمان نذكرك في فيديوهاتنا لو وصلت لحد هنا بدعوك تبص على الكورسات اللي بنرشحها لك. يبقى وجه موبايلك على رمز الQR أو اضغط على اللينك اللي في الوصف عشان تعرف أكتر عن الكورسات بتاعتنا. فيهم هتلاقي كورسات عن الإكسل، النمذجة ثلاثية الأبعاد، أوتوكاد، الخطابة، وكورسات تانية كتير. والكورسات دي احنا اللي مختارينها هنا في القناة وبنضمن جودتها. دلوقتي أنا عايز أعرف رأيك، كنت عارف إن البنزين فيه 30% إيثانول؟ هتعيد حساب استراتيجيتك في التزويد بالوقود؟ بس أظن الموضوع أكبر من كده. سيب لنا في التعليقات نوع الوقود اللي بتفضله لما تيجي تعبي عربيتك، ولو عندك سبب معين لاختيارك. هنا جنبك في خيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف ثقافتك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وفكر تبقى عضو في القناة. ده كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.